جازت هي الصراع اللي اشتد ما بين بن علي وليكيباج تاع شنقريحه. ويعني شنقريحه كي نقولوا بن علي وليكيباج تاع شنقريحه يا خاوتي اللي ما شافش المنشور او المنشور ما حطيت لكمش المناشير على اليوتيوب الله غالب، بصح نخدم عليهم في اليومات نعاود نحطهم لكم خاوتي باش تشوفوهم. او المنشور الصراع قائم بين جماعه شنقريحه وجماعه بن علي يبلغ اشده بعد ان ادرج شنقريحه قائمه اسميه تضم العديد من الالويه لاحالتهم على التقاعد، وبعدها على المحاكم العسكريه التابعين لجناح بن علي والموالين له وللمقبور منهم لشخم غريس دبي مقراني دحماني العكروم الى اخره. لم مقشك كي نقول لك لم مقشك لم برا شحال تبقوا 4 5 10 ديجا نذكر لكم واحد بن علي راكم تحوسوا طيحوه في الايام المقبله. بن علي راهم يحوسوا باش نخبرك وباش ندير له الخير، زعما انا باين ندير باين ندير فيك الخير والله غير باين ندير فيك الخير وشغل باغي نخبرك واش راح يصرى لك في دنيا نخبرك واش راح يصرى لك قبل شغل باش كي تجيك الصدمه ما تخلعش، فاهم؟ بن علي شين الريحه وليكيباج اللي راهي في المراديه وراك انت بصيفتك على اساس المراديه ومحاوسوا يطيروك. انا نقول لك كيفاش راهم يحاوسوا يطيروك. في افريل كانوا دفعوا لك لا رادياسيون تاعك وعطاوها لك وما حبيتش تخرج لهم من البيرو، ياك هكا ماناش غالطين، وما حبيتش تخرج لهم من البيرو وتعنكشت لهم في الكرسي وبديت تبكي وتقول لهم لا وهنا يموت قاسي ولا وما كاش كيفاش وخويا وبديت تقول لهم انا خويا فلان وكنت جاهدت والمجاهدين وكنا معاهم. المهم ايضا نتايا بن علي شخصيا كنت تابع لسعيد بوتفليقه، كنت نحسلو في الصباط اللي راه الان في محكمه البليده في اطار الصراع واطار تصفيه الحسابات ما بين جناح المقبور اللي استولى على الحكم ونصب. هذه لازم ما ننساوهاش، هذه لازم دائما نذكروها خاوتي لانه هذه تبقى للتاريخ. لانه مثلا المقبور نصب هو اللي عين بوتبون، هذه راح تبقى للتاريخ وهذه لا ينكرها جاحد. يعني انت كنت تلحس في الصباط تاع السعيد شيكورك السعيد في المراديه، والان ارتميت في اواخر افريل 2019 ارتميت في حضن المقبور القايد صالح ونحيت وقدرت انك تمنح له لوتوريزاسيون باش ينقلب على سعيد بوتفليقه ويسجنوا ويصرى بيناتهم دوك الصراعات ويصرى بيناتهم الخلافات، لانكم مجرد امعاء ومجرد صعاليك متصارعين على الحكم وفقط من الاخر. ايضا في الاشهر الماضيه والله ماني شايف الشهر اكزاكت ضربوا لك البيكوره وسلكت وكنت كتب لك المنشور قلت لك اذا سلكت راك تعد من المعمرين على هذا الكوكب، راك تنحسب من المعمرين على هذا الكوكب. شوف تبع الاحداث اللي راهي صاريت لك وحدك تفهم. انا خاطر عندي معلومات وانت تبعها تفهم. الاولى بغاو يخرجوك ما بغاش تخرج لهم، الزوجه كورنت وداو لك ايكيب تاع شناوه وما حبيش تخرج لهم من الدار خلوك في الدار، وعائلتك ما حبش تبعتك العناجه لانهم على بالو بلي رايحين يخبطوك بالبيكوره كما داروا للمقبور لما عين بارك الله فيك عشاش خويا لما عين بوتبون على راس المراديه باش يولي خديم للعسكر. ومن بعد بوتبون رشواك برتبه فريق اول اللي هي غير مدرجه في قانون خدمه في قانون الخدمه في الجيش، غير مدرجه ابدا بتاتا. ما كاش كاع هذيك الرتبه، ما كانش هذيك الرتبه ما تسعاش، اما لا عطاها لك رتبه فريق اول باش يوخرك باش يحيلك على التقاعد. صرا بيناتكم خلاف وصرا بيناتكم صراع، انت ما حبيتش توخر لهم ايضا على الكرسي في هذه الايامات، ما حبيتش توخر لهم على الكرسي
واش صرا ايضا باش نزيد نقول نبين لك باللي راه على بالي كاع واش راه صار يا بن علي. واش صرا ايضا؟ قرروا انهم ينصبوك نائب وزير الدفاع ويحطوا في بلاصتك علي سيدان. علي سيدان هذا قائد الناحيه العسكريه الاولى. قبلنا قائد الناحيه العسكريه الاولى كان قائد مدرسه شرشال، قائد المدرسه الحربيه بشرشال، قائد مدرسه الضباط تاع شرشال. شكون اللي كان ثم مدير الامن في مدرسه شرشال؟ راشدي تاع المخابرات الداخليه. يعني راشدي بروبوز على عصابه الجنرالات وعلى جناح التوفيق اللي هما شفيق مصباح واللي هما يوسف بوزيد، بروبوز عليهم علي سيدان. الان راهم طارحين فكره لانهم لما نتكلموا بهذه المعلومات الحصريه كاين في بعض الاحيان راهم يغيروا بعض المعطيات، لكن احنا نفضحوا لهم البلانات، نكشفوا لهم البلانات والباقي خليه على الله. من بعد ثاني ايضا كاين معلومات نزيد نسربوا الشعب الجزائري، ما تخممش كاع راني هنا. علي سيدان هذا من المحسوبين على الفريق تاع التوفيق، المحسوبين على الفريق تاع التوفيق. يعني رايحين يحطوا علي سيدان هو الاساس تاع المراديه في قادم الايام. راهم طارحين هذه الفكره اذا لم تتغير يحطوا علي سيدان، من بعد يرفدوك انت يحطوك نائب وزير الدفاع. نائب وزير الدفاع مثلك مثل قنيزيه، يعني انت لاجوان تاع تبون، يعني زعما داروا لك قيمه، زعما قيموك وكاع، زعما انت لاجوان تاع الرئيس ومنهم لهيه باش يهفوك. وهذه نائب وزير الدفاع يا بن علي راهي رتبه مدنيه ماهيش رتبه عسكريه باش يكون على بالك، راهي رتبه مدنيه. ولما يعطوك الرتبه المدنيه تتغير هذه نائب وزير الدفاع. راك لما تتغير الحكومه الغير شرعيه الغير معترف بها شعبيا راك تطير، هذه واحده. ثانيا قادر في اي لحظه ان ديسيزيون، في قادر ينصبك اليوم غدو صباح يرسل لك ديسيزيون برا، لانك ما عندك في يدك حتى حكم وما عندك في يدك حتى كاشي، لانه نائب وزير الدفاع يولي يخدم في وزاره الدفاع الوطني، يعني يحيدك من المراديه. فهمت كيفاش رايحين يديروا لك بن علي؟ حتى المحسوبين على بن علي من جنرالات وضباط سوف يتم احالتهم على التقاعد ويتم احالتهم على المحاكم العسكريه. حتى انت يا علي بن علي لما يجيبوك برا ثم راك متشبث لهم دروك بالكرسي، ما همش شغل راهم يخموك يديروا لك. ما هذا باقي لهم هذه الرتبه تاع نائب وزير الدفاع، راهم شغل راهم يحوسوا الله يقوي شيطانكم. المهم على كل حال الله يقوي شيطانكم. كنا تكلمنا ايضا في 30 ماي